السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكل الناس الجديده اللي بتشوفنا لاول مره. اتمنى لو بتشوفوني لاول مره اشتركوا معايا في القناه وفعلوا زر الجرس علشان يوصلك كل فيديو جديد أنا بقدمه. هتعملي ايه النهارده؟ هنعمل مع بعض النهارده اكله شتويه جميله جدا جدا. ناس كتيره بتحبها بس ما تعرفش طريقتها وما تعرفش تظبطها. هنعملها ان شاء الله النهارده بطريقه جميله جدا وبوريكم ما شاء الله النتيجه بتاعتها جميله جدا. انا واولادي بنحبها جدا جدا. هي بصراحه اكله بتدفي كده في الشتاء وبتبقى جميله جدا. في ناس منكم تعرفها وفي ناس منكم ما تعرفهاش. دوت اسمه الرز الاحمر او الرز اللي بالبطاطس. تمام، حسب ما كل بلد ما بتقول عليه، في اللي يعرفوا وفي اللي ما يعرفوش. يلا بينا مع بعض ندخل على الفيديو. بس اتمنى كده لو بتشوفوني لاول مره اشتركوا معايا في القناه وفعلوا زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك كل فيديو جديد أنا بقدمه. يلا بينا مع بعض نعمله بطريقه ان شاء الله تعجبكم باذن الله. نسمي بسم الله وندخل. معايا هنا بصله كبيره او بصلتين حجم وسط، بتقطعوهم على ايديكي كده ونحط عليهم معلقه من السمنه، معلقه كبيره تمام، على معلقتين من الزيت، كاننا هنعمل تسبيكه محشي يا بنات. تمام، معلقتين من الزيت اهوت. الزيت هيفلفل معانا الرز، هيخليه ان شاء الله طريقته مظبوطه. تسيب بقى البصله بتاعتنا تدبل براحتها بقى كده تمام، وتاخد لون اصفر اصفر كده حلو، مش عايزه اغمقها قوي. لحد ما ننضف معانا الخضره، جايبين جرجير وجايبين شبت ومعانا بطاطس، ده اساسي في الوصفه. هنجيب بس الشبت الاول بس ننضفه وبعد كده ننقعه في الميه كده على ما نخلص تقشير بقى البطاطس ونجهز بقى الرز وكلام من ده، يكون الشبت بتاعنا والجرجير اتغسل. ننقع، انا نضفته ونقعته كده بميه. لو عندك خل حطي معلقه من الخل. تمام، سيبيه بقى كده يتنقع معانا كده ونشوف البصل معانا، نبقى ايدنا فيها على طول اهيت لحد ما تاخد لون دهبي كده. يعني من كل دي مهديه عليها النار خالص. تمام، لسه لون دهبي اهوت. هنسيبها بقى مع نفسها. ومعايا بقى معلقه من التوم صغيره كده، توم متفرز. لما تاخد لون دهبي حلو كده وكل البصل يبقى كله لون واحد كده موحد كده، هبدا احط عليها معلقه توم من صغيره اهيت. ومجهزه معايا الطماطم، كنت مسبكاها، كان عندي شويه طماطم كده مستويين كده فسبكتهم. قلت هعمل بهم ان شاء الله لا اما رز احمر لا اما اعمل بهم محشي. فقلت اما اعمل بهم بقى رز احمر كده، اكله سريعه كده والاولاد طلبوه مني. الاكله ديت يعني معروفه في الشتاء، جربيها وان شاء الله تعجبك باذن الله، واكله اقتصاديه. معايا بقى الطماطم متسبكه اهيت، مش هتاخد وقت خالص على التسبيك لان اصلا الطماطم متسبكه. يا دوبك ضفت لها بس البصل وهظبط البهارات بتاعتها. على ما اكون قشرت البطاطس تكون هي شربت من البهارات بتاعتها. معايا فلفل اسمر وكمون وملح. عندك بابريكا حطي. الطماطم بتاعتي مش محتاجه لا بابريكا ولا محتاجه اي حاجه، سامع مع نفسها لحد ما قشرت بطاطس اهيت. وهبدا اخرطها بقى كده. البطاطس بتاعتنا بتتقطع مكعبات صغيره خالص على اساس خاطر احنا هنحطها في قلب الرز اهي. طب صغيره خالص، تبقى حاولي كنت تبقى كلها حجم واحد وسمك واحد عشان خاطر ما تبقاش حته كبيره وحته صغيره، واحده تخينه واحده رفيعه ما تستواش مع بعض. لا، ظبطها كده عشان خاطر تبقى كلها قد بعض. تمام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الاكله دي يا جماعه بتفتح النفس، واكله بتدفي في الشتاء كده. يعني هي والعدس والمحشي يعني من الاكلات الشتويه الجميله. تمام، جربيها وان شاء الله تعجبك باذن الله. هي اكله اقتصاديه ومش مكلفه خالص وبتتعمل على طول وما بتاخدش وقت. بس في ناس كتيره ما بتعرفش تعملها وفي ناس ما بتظبطهاش. تمام، اهوت. كل دي كانت انا سايبه التسبيكه بتاعتنا بقى مهديه عليها لحد ما اجهز البطاطس بتاعتنا، لانها كده مش هتاخد وقت في التسبيك وعشان ما تتلطعش منك فتكون مهديه على النار وتكون عينك منها. تمام كده، خلص بقى الكميه ونروح نحطها بقى على الطماطم اهيت. تمام، هنزع عليها بقى اهوت. وتسيبها بقى كده مع نفسها، نديها تقلبتين كده وما نزودلهاش خالص ميه لحد ما البطاطس تشرب من التسبيكه بتاعتنا اهيت. اكون بقى في الوقت ده انا بقى رحت اخرط الشبت والكزبره. تمام، هنا بقى زودت لها بقى كوبايه من الميه كده عشان خاطر انا هبدا اسقط بقى الرز. انا في المرحله دي بقى بشوف البطاطسيه بتاعتي هي استوت. تمام، هبدا بقى ازود الرز بتاعنا، كنت غسلته وصفيته كده من الميه، مش بتنقع، هو يا دوبك بيتغسل بس. شايفين ما شاء الله العيار بتاعه مظبوط. هنا بقى كنت عامله الشبت اهو اهوت، مخرطه شويه اهوت. هبدا بقى انزله على الرز كمان.
هنا بقى ايه الشبت والرز والبطاطس وكله هيشرب من بعضه كده. وهنبدا بقى ايه لما يغلى غلوه واحده كده، غلوتين ثلاثه، هنقوم ايه مهدين على النار عشان خاطر ما يتحرقش منك. يعني الاكله دي اللي يعني تلاقي على طول الرز اتشعط وكده، لا فانت تهدي على النار عشان خاطر ايه تبقى مظبوطه معاك. اهي هزود بس ايه ربع كوبايه ميه، ربع صغير بس كده يظبط الايه مقدار الرز. تمام، دي شكله اهوت يا بنات بعد ما ايه شرب الميه شويه ولسه ايه القدام فيه. هبدا بقى اهدي على النار خالص على عين صغيره خالص، وابدا بقى اهدي على النار لحد ما تلد. هنا بقى الاولاد جم من المدرسه، جابوا كيس شيبسي اهوت، وكانها كانت غسلت الجرجير وحطيته في الطبق اهوت وصفيته اهوت. نبدا بقى نجيب الرز بتاعنا الجميل. الله عليه. هو والله العظيم الكاميرا ظلماه، هو لونه احمر ولونه جميل جدا، والكاميرا بجد ظلماه. استمتعوا بقى معايا وانا بغرف كده الاكل. ما شاء الله جميل جدا يا بنات. الف هنا يا رب على اللي اكله، والف هنا على اللي هيجرب الوصفه. أكلة سهلة جدا وبسيطة، مع بقى حتة مخلل اللفت. الله عليه جميلة. لو ما كانش فيه خضرة كنت عملت بصلة بخل كده بليمونة، بتبقى برضو جميلة معاها. حبيته مفلفلة مش معجنة ولا حاجة. جميل جدا مع مع الجرجير مع شيبسي مع الحديق اللفت اهوت. ببقى حاطة الحديق اللفت كده كبير، فانا ببدأ ايه اقطعه كده ايه على قد ايه الاكل وكده. بس يا بنات وديكي بقى لقطات كده بسيطة كده من واحنا بناكل. في الفيديو الاولاد قالوا لنا يا ماما صورينا واحنا بناكل. عشان في ناس هتستغرب من الاكل ده، الناس ما تعرفوش، بس انا كده ايه حبيت اوريكم ان ما شاء الله اكله جميله وكلنا بنحبه جدا جدا. جربوه وان شاء الله هيعجبكم باذن الله. اتمنى بس الفيديو يكون عجبكم، ولايك وشير الفيديو لو عجبكم. اسيبكم بقى تستمتعوا مع مع الاكل كده واحنا بناكل عشان تجربوه. مع السلامه.